بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله، وصلنا الجهاز، وصلنا كل حاجة. بالله عليكم في تنبيه مهم في اول الفيديو كده، عايز تركيز عشان والله اللي هيفقد الريسيفر بتاعه ماليش اي دعوة بالموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي شرحات بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. مرحبا من جديد مع العودة. بقالي فترة ما عملتش فيديوهات، كانت لظروف مرضية والحمد لله فضل ونعمة من ربنا رجعنا لكم تاني على قناتكم الجميلة. موضوع النهاردة موضوع جميل، موضوع محترم يخص الشبكات الهوائية. سوفت جديد لكل أجهزة الصن بلس. هيبقى معانا النهاردة ال 1506 تي في والاتش في والاف في. يلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. الجهاز اللي هنشتغل عليه النهارده جهاز الاي بوكس 3 ستات. الجهاز ده لسه نازل السوق. الجهاز ده تبع شركه الفا، تبع اجهزه السيناتو. الجهاز محترم، 4 ميجا بدون واي فاي داخلي زي ما حضراتكم شايفين. الجهاز 2 يو اس بي، بورده كبيره، جهاز محترم، تقفيل محترم. الجهاز ده قلنا بدون واي فاي داخلي. الجهاز ده معالج صن بلس 1506 اتش في. السوفت اللي هنزله لك النهارده ينفع للصن بلس 1506 تي في والاتش في والاف في. صدفه كده وانا بسجل الفيديو والشرح ده جالي جهاز ديسكفري 3 4 ستات اكس 10. طبعا كلنا عارفين الجهاز ده بلوتوز، ريموت بلوتوز، ولكن هو صن بلس 1506 تي في. في ناس كتير بتخاف تدي للجهاز اللي هو ريموت بلوتوز السوفتات دي ادام مش واي فاي داخلي. هو زيه زي الاي بوكس ده وزي الماتريكس وزي الاجهزه اللي عملنا عليها شروحات قبل كده. عشان ما اطولش عليكم، النهارده شرح النهارده وفيديو النهارده هيبقى سوفت محترم، سوفت مميز. عليه الناشير في 2، عليه السارة فيرجن 2، عليه الجو سات، وعليه جي شير. كل حاجه باحدث اصدار. سوفت محترم، سوفت جديد، وبيدعم طبعا اليوتيوب شغال عليه. ما نطولش الفيديو، يلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض السوفت الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله، وصلنا الجهاز، وصلنا كل حاجه. بالله عليكم في تنبيه مهم في اول الفيديو كده، عايز تركيز عشان والله اللي هيفقد الريسيفر بتاعه ماليش اي دعوه بالموضوع ده. فعايز تركيز شويه في الشويه اللي جايين دول. الجهاز معانا اهوت اي بوكس. هنخش على اول حاجه زي ما عندكم منيو. في واحد يقول لي طب ما تسيب الجهاز ده على سوفته الاصلي. انا بجرب على الجهاز الجديد، ولكن هو سوفته على وضعه الاصلي هو حديث. يعني لو دخلنا على الضبط، ركز معايا بقى في الشويه دول. لو دخلنا على النسخه، انا ما بشرحش جهاز الاي بوكس بالسوفت اللي عليه، انا هحول لك الاي بوكس للسوفت المميز اللي انا بقول لك عليه. فعندك هنا اللي انا حددت عليه فوق ده اللي هو 1506، اللي هو النوع الهاردوير بتاع الجهاز صن بلس 1506 اتش في. ونسخه البرمجيات ديت عايز تركيز فيها. طبعا الجهاز بيبدا معانا بفي 33. في 33 يعني الجهاز على وضعه الاصلي واخد سوفت تمهيدي. بالله عليكم عايزين تركيز. الناس اللي كانت بتنزل السوفتات اللي كنت بنزلها وفيها سوفت تمهيدي هتدي للجهاز بتاعها السوفت على طول. اللي انا هنزله دلوقتي سواء اتش في او سواء تي في او سواء اف في، انا هعدل الثلاثه بالثلاث اصدارات. هتدي لجهازك، هتخش على النسخه تلاقي 1506 اتش في، اديله الاتش في على طول. طول ما الجهاز خد عندك سوفت تمهيدي. ما خدش سوفت تمهيدي هسيب لك برده روابط فيها السوفت التمهيدي لثلاث اصدارات بتوع الصن بلس 1506 تي في اتش في اف في بدون واي فاي داخلي. بالتالي كده الرساله وصلت عشان ما حدش يفقد الجهاز بتاعه. جهاز زي الاي بوكس هو نازل باحدث اصدار في 33. حضرتك الجهاز اللي عندك لو لقيته في 12 في 13 في 14 اللي هو الاختيار الثاني ده، هتديله السوفت تمهيدي قبل ما تديله السوفت اللي هنزله لك النهارده. كده يبقى الرساله وصلت. نرجع باك، نخش على تحديث. نخش على تحديث البطاقه، هنخش على اليو اس بي. وعندك هنا بقى في التي في وفي اتش في. طبعا الجهاز بتاعنا اتش في، هنديله السوفت ونعمل اوكي. زي ما حضرتك شايف الجهاز سحب معانا السوفت. هنصبر بقى لحد ما الجهاز يرستر لوحده. السوفت بقى ده في ناشير في 2، في الجوسات باحدث اصدار، الجي شير باحدث اصدار، الزارا فيرجن 2، كل حاجه موجوده فيه. وطبعا بيدعم للمشكله اللي كانت حصلت للنوفا. هو اصلا الجهاز اللي هنحوله لنوفا سوفت محترم، سوفت جميل. هتدعي لي عليه. ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي كل ما هو جديد. كل اللي هتشوفه النهارده في السوفت ده ان شاء الله باذن الله هننزل بيه للواي فاي الداخلي 1506 تي في او اتش في، وال 1507 وال 2507 ال باذن الله. سوفتات حديثه، سوفتات جميله، هتلاقي فيها كل حاجه نفسك فيها. الجهاز فتح معانا. طبعا اجهزه النوفا اجهزه محترمه،
ده السوفت الجديد. اول حاجه كده هنخش على منيو وهننزل لك. شفت جمال يعني الجمال بتاع المنيو الجديد، حاجه جميله، حاجه تحفه. هنخش على الضبط، هننزل على النسخه، هنعمل اوكي زي ما حضرتك زي ما قلت لك في السوفت القديم. طب واحد هنا يقول لي ده الجهاز بقى 1506 تي في، 1506 تي في، 1506 اف في، اتش في، ايا كان، هو الحمد لله الجهاز شغال اشاره، شغال كل حاجه. والمشكله هنا انه بيدعم فلاشه الواي فاي ال 7601 اللي هي الفلاشه الجديده، ولكن دي مش عقبه مقابل اللي هتشوف السوفت حاجه جميله، سرعه في الاداء، سرعه في التشغيل. جهاز معانا بالتاريخ 20/12/2023، وزي ما قلت لك نسخه الاس دبليو بتبدا بفي 33. فحضرتك النسخه عندك اقل من ال 33 او ال 30 هتدي سوفت تمهيدي قبل ما تدي السوفت ده. انا قررت كذا مره عشان ما حدش في التعليقات يقول لي حصل عندي مشكله، الجهاز نام، الجهاز وقف. انا بكرر تاني، اسمع الفيديو كامل عشان خاطر ما تفقدش الجهاز بتاعك. هنرجع باك. اول حاجه بقى كده هنشوف الجهاز على السريع. لو دخلنا على الاي في ونزلنا تحت كده مش هنلاقي برضو فيه جديد. بيدعم لوجو تشانل. لو دخلنا هنا على تكوين الشبكه، جهاز بيدعم معانا الواي فاي واليو اس بي كابل واللان، القطعه اللان. يعني مالكش اي حجه خالص، هيشتغل معاك ان شاء الله حتى لو عن طريق وصله اليو اس بي بتاعه الموبايل. لو دخلنا هنا على الوسائط المتعدده وضغطنا 1506، بص بقى معايا عندك الزارا برو فيرجن 2، الناشير فيرجن 2، الجي شير بلس فيرجن 3، التربو شير، الجو سات بلس فيرجن 3، والديكيو كام والشيرنج والباتش والشفرات وكل حاجه تمام. حاجه جميله، حاجه كل حاجه في السوفت ده هتلاقيها. لو دخلنا هنا وعملنا اوكي زي ما انت حضرتك شايف، ده احدث اصدار للجهاز، واليوتيوب شغال على الجهاز وكل حاجه تمام. تهيألي كده عشان ما اطولش عليكم، هل الجهاز بيدعم تكبير الاشاره؟ ما بيدعمش تكبير الاشاره. لو عملنا اوكي كده هسيب لك بقى السوفت ده بالثلاث اصدارات للسان بلس 1506 تي في و1506 اتش في و1506 اف في بدون واي فاي داخلي. وهنا يبقى وصلت لنهايه موضوعنا النهارده. كان موضوع جميل، موضوع محترم، كل حاجه نفسك فيها موجوده في السوفت ده. سوفت جميل، ولكن للاسف بيدعم الفلاشه الجديده فقط، وبيدعم اليو اس بي كابل، وبيدعم الواي فاي، وبيدعم وصله اللان. هو سوفت محترم بصراحه، مفيش حاجه كامله ما كامل يا سيدنا محمد. هو الحاجه اللي كانت فيه ناقصه ان هو يدعم فلاشتين واي فاي، ولكن دي مش عاقبه. الميزه بقى في السوفت ده قلنا بيدعم زارا فيرجن 2، الناشير فيرجن 2، الجوسات، الجي شير، النوفا، كل حاجه نفسك فيها تلاقيها في السوفت ده. سوفت محترم بيدعم كل شيء، واحدث اصدار من اليوتيوب. وانتظرونا في شرح وفيديو قادم على قناتكم جميله. وما تنسوش زي ما قلت لكم كل السوفتات اللي هتنزل قريب هتنزل لتدعيم الشبكات الهوائيه والسوفتات الحديثه بتاعه 2024. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شرحاء بالانسات في كل مكان.